شخصية أغرب من الخيال وأعجب مما تسطره الأساطير. إنه الحجاج بن يوسف الثقفي. وصف نفسه بأنه رجل لجوج لدود حقود حسود، تضاربت حوله الآراء واحتار الناس في أمره، إلا أن ابن تيمية رحمه الله قال: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج وأمثاله نقول كما قال الله: ألا لعنة الله على الظالمين. ولد الحجاج في الطائف بالسعودية، وتوفي بواسط بالعراق. انتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان، فكان مدير شرطته، ثم ما زال يظهر الحجاج لعبد الملك حتى قلده أمر عسكره. فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. قبل موت الحجاج لقي عذابا شديدا وألما مديدا، فقد أصيب بالزمهرير، فرح أهل العراق بمرضه ودنو أجله، حتى أن المجاشعي وهو علامة في ذلك الوقت قال له: ماذا ترى بك يا حجاج؟ فرد عليه الحجاج: غما شديدا وجهدا حميدا وألما مضيضا ونزعا جريضا وسفرا طويلا وزادا قليلا، فويلي ويلي إن لم يرحمني الجبار. فباغته وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء الكرماء أولي الرحمة والرأفة والتحنن. وأشهد أنك قرينا لفرعون وهامان لسوء سيرتك وتنكبك قصد الحق وسنة المحجة وآثار الصالحين. قتلت صالحي الناس فأفنيتهم، وأطعت مخلوق في معصية الخالق، أهرقت الدماء وضربت الأبشار وهتكت الأستار، لا الدين أبقيت ولا الدنيا أدركت. فنظر إليه الحجاج ودعا: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. وأنشد قائلا: يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم ما علمهم بكريم العفو غفار. في نهاية حياة الحجاج كان قتل سعيد بن جبير وظلمه نكبة كبيرة على الحجاج، فعندما هم الحجاج أن يقتله رفع سعيد بن جبير يده إلى الله وقال: اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. وفعلا مات الحجاج بعد قتله سعيد بن جبير ب15 يوما. وعندما أحس الحجاج بالموت نادى ابن عمرو وقال له: يا ابن عمرو، هذه وصيتي لك، فإن مت فلا تكتم أمري، واجعل المنادي ينادي على موتي، واجعل لي قبرا يتعذر الوصول إليه، وأن يكون الحفر عميقا، فإن فرغت من دفني فجر الماء على قبري وأغرقه، فلا ينبش قبري أو يقطع رأسي أو يمثل بجثماني، فإني أريد أن ألقى ربي على خلقة تامة. وبعد موته دخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك، والذي تولى الخلافة بعد موت أخيه الوليد، فسأله سليمان: أترى الحجاج استقر في قعر جهنم أم يهوى فيها؟ فقال له يزيد: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج قد وطأ لكم المنابر وأزل لكم الجبابرة، يأتي يوم القيامة عن يمين أبيك وعن يسار أخيك، فضعه من النار حيث شئت.
كان أنس بن مالك رضي الله عنه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وكان آخر الصحابة موتا ورحيلا. اشتكى أنس بن مالك الحجاج لعبد الملك بن مروان، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين. أما بعد، فإن الحجاج قد قال لي هجرا، وأسمعني نكرا، ولم أكن لذلك أهلا، فخذ لي على يديه، فإني أمت بخدمتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه، والسلام عليكم ورحمة الله. فلما قرأ عبد الملك الرسالة استنكر فعلة الحجاج وغضب غضبا شديدا، ثم بعث لإسماعيل بن عبد الله الصديق المقرب للحجاج، وأعطاه كتابين، أحدهما للحجاج والثاني لأنس بن مالك، وقال له: انطلق إلى العراق، وابدأ بأنس بن مالك خادم رسول الله، وأبلغه سلامي. ثم قال له في الرسالة: إني كتبت إلى الحجاج الملعون كتابا لو قرأه كان أطوع لك من أمتك. والأمة تعني الخادمة. وكان الكتاب الذي أرسله عبد الملك يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أنس بن مالك خادم رسول الله. أما بعد، فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت من شكواك للحجاج، وما سلطته عليك، وما أمرته بالإساءة إليك، فإن عاد إليها فاكتب إلي أنزل به عقوبتي، وتحسن لك معونتي، والسلام عليك. فلما قرأ أنس بن مالك الرسالة كتب إلى أمير المؤمنين وقال: جزاه الله عني خيرا، فقد كان هذا ظني به ورجائي منه. وبعدها انصرف إسماعيل حامل الكتاب إلى الحجاج، فلما رآه الحجاج رحب به، فلما قرأ الكتاب عليه استوى الحجاج في جلسته وأخذ يتعرك، وانصرف ليذهب إلى أنس بن مالك يسترضيه، فقد كان مضمون الرسالة من عبد الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أما بعد، فإنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها، وعدوت طورك، وجاوزت قدرك، وركبت داهية إدا، وأردت أن تبورني، فإن سوغتها مضيت قدما، وإن لم أسوغها رجعت القهقري، فلعنك الله من عبد أخفش العينين منقوص الجاعرتين. هل نسيت مكاسب أبائك في الطائف، وحفرهم الآبار، وحملهم الصخور على ظهورهم في المنايا؟ يا ابن المستفري بعجم الزبيب، والله لأغمرنك غمر ليس الثعلب والصقر الأرنب. وسبت على رجل من أصحاب رسول الله بين أظهرنا فلم تقبل له إحسانا، ولم تتجاوز له عن إساءته جرأة منك على الرب، واستخفاف منك بالعدل. والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير بن عزرة وعيسى بن مريم لعظمته وشرفته وكرمته، فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله 8 سنين يطلعه على سره ويشاوره في أمره، ثم ها هو مع هذا بقية من أصحاب رسول الله. فإذا قرأت كتابي فكن أطوع له من خفه ونعله، وإلا أتاك مني بسهم بكل حتف قاض، وبكل نبأ مستقر، ولسوف تعلمون. بعدها ارتعد الحجاج وذهب إلى أنس بن مالك مخاطبه بكنية يا أبا حمزة، فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاطبه بأبا حمزة، فذهب الحجاج إليه ليسترضيه ويكرمه حتى صلح الأمر بينهما. دخل روح بن زنباع والحجاج بن يوسف الثقفي على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان شاكيه الحجاج، فسألهم عبد الملك: ما بكما؟ قال روح: بلوى وشكوى يا مولاي. فقال الحجاج: إني سبب بلوى وموضع شكوى. فقال روح: يا مولاي، لقد ضرب الحجاج الرجال بالسياط حتى أدماهم، ومات 2 من شدة الضرب. فقال عبد الملك: هل فعلت هذا يا حجاج؟
رد الحجاج وقال: لست أنا من فعلت هذا، بل أنت يا أمير المؤمنين. قال عبد الملك: ويلك، أنا فعلت ذلك؟ قال الحجاج: بلى يا أمير المؤمنين، فما يدي إلا يدك، وما لساني إلا لسانك الذي تنطق به، وما صوتي إلا صوتك، وما سيفي إلا سيفك، وما كنت إلا إرادتك ويدك التي نفذت. قال عبد الملك: كفى يا حجاج، قد سرني ما قلت. فرد الحجاج: أرجو من مولاي ألا يرد لي كلمة أو أمر أمام من كلفني أمره، وإلا استهانوا بأمري وأمر من ولاني عليه. فرد عبد الملك: أريدك يا حجاج أن تكون قريبا مني، فأنت ممن يطلبون عند الشدائد. فحزن روح وقال: أشعر أن شمس زماني تغيب.